أهلاً بيكم. لو جربتوا تعملوا فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وطلعتوا من التجربة دي محبطين وزهقانين، يبقى انتوا في المكان الصح بالظبط. في الشرح ده هنشوف مع بعض ايه الخلاصة، أفضل الأدوات المجانية اللي فعلاً هتحول أفكاركم لفيديوهات شكلها احترافي جداً، حتى لو خبرتكم صفر. خلينا نكون صراحة، مين فينا ما دخلش في الدوامة دي؟ بتسمع عن أداة جديدة تجربها تلاقيها بتوعدك بالجنة وفي الآخر تطلع أي كلام. بنلاقي نفسنا ضيعنا وقت ومجهود وفي الآخر مفيش أي نتيجة. إحساس محبط جدا، خصوصا مع كتر الأدوات اللي بتطلع كل يوم. بالظبط، عشان كده الشرح ده اتعمل علشان نوفر على بعض كل اللف والدوران ده. جبنا لكم الزبدة، الخلاصة الكاملة لأفضل الأدوات المجانية اللي شغالة بجد وبتطلع نتائج تخض، والأهم من غير ما تحتاجوا أي خبرة سابقة. تمام، خلينا نبدأ بالجزء الأول وهم أدوات الذكاء الاصطناعي. وقبل ما نتكلم عن الحل، مهم قوي نفهم حجم المشكلة. ليه إننا نلاقي أداة فيديو كويسة بقى عامل زي المهمة المستحيلة؟ تخيلوا معايا، السوق دلوقتي فيه أكتر من 100 أداة ذكاء اصطناعي بتعمل فيديوهات، حرفياً أكتر من 100. وكل أداة طبعاً بتقول إنها الأحسن والأعظم، وده بيخلي أي حد عايز يبدأ مش عارف يروح فين ولا يجي منين. الموضوع مربك جداً. الجملة دي أنا متأكد إنها بتلخص تجربة ناس كتير مننا. ساعات بتروح في تجارب وتسجيل وتحميل، وفي الآخر النتيجة يا إما فيديو ضعيف جدا أو مش هو ده خالص اللي كان في دماغنا. ده بالظبط اللي إحنا جايين نغيره النهاردة. نخش على الجزء التاني. أصلاً يعني إيه فيديو ذكاء اصطناعي؟ قبل ما نستعرض الأدوات لازم نفهم الأساسيات بسرعة كده. التكنولوجيا دي عبارة عن إيه بالظبط؟ وليه هي بتغير قواعد اللعبة تماماً في صناعة المحتوى؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. يعني بدل ما تقعد ساعات وأيام تعمل مونتاج، لا، أنت بكل بساطة بتدي للذكاء الاصطناعي أمر مكتوب أو صورة أو حتى صوت، وهو بقى بيحلل الكلام ده ويفهمه، وبعدين بيقوم هو بتوليد الفيديو كامل لوحده بالحركة والصوت وكل حاجة بشكل أوتوماتيكي. بصوا بقى على المقارنة دي عشان نعرف الفرق ضخم قد إيه. إحنا بنتكلم في شغل كان بياخد أيام، دلوقتي بيخلص في دقايق. تكاليف كاميرات وبرامج ومونتاج بالآلاف بتتحول تقريباً لصفر. والأهم من كل ده إن الباب اتفتح لأي حد. خلاص الموضوع ما بقاش محتاج خبرة فنية ولا تقنية. طب والنتيجة النهائية لكل ده إيه؟ يعني كفاءة وسرعة أعلى بكتير، تكاليف أقل، وسهولة بتخلي أي حد عنده فكرة يقدر ينفذها. وده طبعاً بيسمح لنا ننوع في المحتوى بتاعنا ونجذب بيه الجمهور بشكل أقوى وأسرع. ببساطة كده صناعة الفيديو ما بقتش حكر على حد. ودلوقتي ندخل على الجزء العملي اللي كلنا مستنيينه، أفضل الأدوات المجانية لعام 2025. بعد بحث وتجارب كتير قوي، دي هي خلاصة أفضل الأدوات اللي ممكن تستخدموها حالاً عشان تعملوا فيديوهات احترافية. وهنبدأ بالوحش، موديل فيو 3 من جوجل. حالياً ده يعتبر أقوى وأكتر موديل بيطلع فيديوهات واقعية في السوق كله. يعني يقدر يعمل فيديوهات كأنها السينما من مجرد كام سطر نص. الجودة بتاعته بصراحة تخض. اللي بيميز فيو 3 بجد عن أي حاجة تانية هو إنه بيفهم اللهجة المصرية بتاعتنا كويس جداً، وكمان بيقدر يضيف حوار ومؤثرات صوتية. بس المفاجأة الكبيرة بقى إنه متاح مجاناً لمدة سنة كاملة. والله، بحيلة بسيطة كده هنشرحها كمان دقيقة. طيب لو الهدف بتاعنا مش فيديوهات واقعية، لو عايزين نعمل فيديوهات فيها شخصيات افتراضية بتتكلم، اللي هي الأفاتار، سواء بقى الشغل تعليمي أو تسويق، فمن غير تفكير فيدنوز هو أحسن اختيار. قوة فيدنوز الحقيقية في مكتبته الضخمة اللي فيها آلاف الأفاتارات الجاهزة، وكمان بيدعم أكتر من 140 لغة. ده غير إن الخطة المجانية بتاعته قوية جداً ومليانة مميزات، يعني مثالي لأي فيديوهات تعليمية أو تسويقية. ونصيحة على السريع، جربوا خاصية تبديل الوجوه عشان تحطوا وشوشكم على الأفاتار وتعملوا فيديوهات مخصصة أكتر. ونيجي للأداة التالتة، كوين. ودي بقى جوهرة حقيقية للي بيدور على السهولة والسرعة. أهم ميزة فيه واللي بتفرق مع ناس كتير إنه من غير العلامة المائية المزعجة دي في الخطة المجانية. وكمان بيطلع جودة فيديو محترمة جدا من مجرد وصف بسيط. ده ممتاز لفيديوهات السوشيال ميديا السريعة. الملخص السريع ده بيوضح كل حاجة. لو بتدوروا على جودة سينمائية وواقعية يبقى VEO3. لو محتاجين أفاتارات ناطقة أو عروضة تقديمية يبقى فيدنوز هو الأفضل. أما لو عايزين حاجة سريعة وسهلة ومن غير علامة مائية يبقى كوين هو الحل. الاختيار في الآخر على حسب هدف الفيديو. تمام قوي، خلاص عرفنا الأدوات. السؤال دلوقتي إزاي نستخدم أقوى أداة فيهم اللي هي جوجل فيو مجاناً. يلا بينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نفعل الحساب المجاني لمدة سنة كاملة. ركزوا معايا، الموضوع بسيط.
أول حاجة لازم نشغل VPN على سيرفر أمريكي. الخطوة التانية ودي أهم خطوة، هنستخدم حساب جيميل قديم مش بنستخدمه كتير عشان نسجل بيه في خطط الطلاب المجانية. بعد كده ندخل على منصة اسمها فلو ونكتب الوصف بتاعنا ونختار أعلى جودة عشان الفيديو يطلع بالصوت بتاعه. وده مثال حي، الوصف أو برومبت مكتوب صح. شوفوا الدقة في التفاصيل. رجل مصري لابس بيجامة بيقرأ جورنال في البلكونة وبيتكلم باللهجة المصرية وبيقول جملة معينة. القاعدة بتقول كل ما كان الوصف دقيق أكتر كل ما كانت النتيجة أقرب للي في خيالنا بالظبط. طيب، وصلنا للجزء الأخير، الخلاصة والتطبيقات العملية. عرفنا الأدوات وعرفنا الطريقة. السؤال المهم دلوقتي، إيه الخطوة الجاية وإزاي ممكن نستخدم كل ده بشكل عملي يغير طريقة شغلنا وحياتنا؟ الحقيقة إن الاستخدامات تقريباً ملهاش نهاية، من المسوق اللي محتاج يعمل إعلان جذاب بسرعة، لصانع المحتوى اللي عايز يجدد في فيديوهاته على يوتيوب وتيك توك، للمعلم اللي عايز يبسط شرح معقد، وللشركات اللي بتعمل فيديوهات تدريبية للموظفين، حتى للاستخدام الشخصي زي تهنئة في عيد ميلاد أو مناسبة خاصة. أهم نقطة لازم نطلع بيها من الشرح ده هي إن الحواجز اللي كانت بتمنعنا نعمل فيديوهات احترافية اتكسرت خلاص. الموضوع ما بقاش محتاج ميزانية ضخمة ولا فريق عمل كبير ولا خبرة سنين في المونتاج. دلوقتي أي حد عنده فكرة يقدر يحولها لفيديو احترافي في دقايق. وفي الآخر العالم ده بيتطور كل يوم بشكل مجنون، عشان كده مهم نعرف إيه أكتر حاجة بتهمكم وتشد انتباهكم. قولوا لنا في التعليقات تحبوا نتكلم في إيه المرة الجاية.